كلمات من كلمات الشهيد، القصيدة التي قال فيها كأنه يرثي نفسه الشهيد: وحيا عند ربي حياتي، شهيد وحيا عند ربي حياتي، لا تحسبوني مت من بين الأموات، فدى الوطن نفسي وروحي وذاتي، من في سبيل الله ضحى فما مات. كلمات هذا خير كلمات عندي، وأقوى المعاني في زمان التردي، وأحلى القصايد في فؤادي وكبدي، وأبيات فاقت عندنا كل الأبيات. هذا القصيدة ما كتبها يا راعي ولا من إبداعي ولا باختراعي، هذا كلام الشيخ نايف جماعي عليه من ربي سلاما ورحمات. هذا القصيدة ما كتبها يا راعي ولا من إبداعي أنا واختراعي، هذا كلام الشيخ نايف جماعي عليه من ربي سلاما ورحمات. الشيخ ذي ضحى بنفسه وماله وسطر أروى أمثله للبسالة، ناضل وكل الناس تعرف نضاله، وكان له في صفحة العز صولات. الشيخ نايف كان رمز الرجولة، والشيخ نايف كان رمز البطولة، والشيخ نايف كل من كان حوله يشهد له انه كان رجل المهمات. إذا شعر صاغ القصايد صياغة، ولا تكلم سكت أهل البلاغة، ولا حضر موقف يكون المراغة، وكان راس القوم في كل الأوقات. أنا عرفته في البداية كشاعر، شاعر بشعره كان يثير المشاعر، يدخل إلى قلبك دخولا مباشر. الله يا محلى قصيده والأبيات، بعد عرفته بعد ذلك كثائر، ضد المظالم في جميع الدوائر، لأجل المواطن والوطن كان ساهر، ولا تهنى في منامه ولا بات. إذا دعا داعي الوطن قال لبيك، أقلع عيوني يا وطن لجل عينيك، روحي ونفسي يا وطن بين يديك، أنت لدي أغلى من الروح والذات. إذا دعا داعي الوطن قال لبيك، أقلع عيوني يا وطن لجل عينيك، روحي ونفسي يا وطن بين يديك، أنت لدي أغلى من الروح والذات. حقيقة هذا هو الشيخ نايف، ما يوم قد شفناه مفجع وخايف، يمشي لو الدنيا بتلهب قذايف، يرقص على صوت المعارك إلى إذا جات، بلغ زعامات المرق ذي تخبوا، ذي دائما بين رجل الخيل يحبوا. وانتوا دارين ما نقصد به مشايخ، به مشايخ يستحقون التحية والشرف، لكن الذي يقصدهم مشايخ الملك في كل مكان، مش مبلغ فيها. بلغ زعامات المرق ذي تخبوا، ذي دائما بين رجل الخيل يحبوا، ذي بالمذلة والمهانة تربوا، ذي ما يهمون الخزا والملامات. قولوا لهم والله يا من تخلف وباع أرضه واختبى جنب مكلف، حذات أبو عزام أطهر وأشرف من 1000 واحد منكم يا نعامات. قولوا لهم والله يا من تخلف وباع أرضه واختبى جنب مكلف، حذات أبو عزام أطهر وأشرف من 1000 واحد منكم يا نعامات. أبو أسامة يوم شاف المهابيل بتنهب الدولة وتعمل براميل، رفض يخله مثلكم يا زنابيل، زنبيل بيديهم الجمع النفايات. بل يوم ما جوه الزنابيل شمر واخذ سلاحه في يده ما تأخر، وجمع الأبطال وفعل معسكر والتف من حوله رجاجيل خيرات، ولقن أعطاء الوطن درس قاسي، قاتل وجرعهم كؤوس المآسي، وظل مثل الحيد شامخ وراسي، قايد محنك من خيار القيادات، قاتل ودافع عن كرامة بلاده، وداس روس الحوثيين بالبيادة، حتى أكرمه ربي ونال الشهادة، وقامه الباري في أعلى المقامات. صحيح موت الشيخ مثل خسارة، وإحنا شعرنا بالألم والمرارة، لكن عزانا إن هذا خياره، وإنه منعم عند ربي بجنات. عزاءنا صحيح موت الشيخ مثل خسارة، وإحنا شعرنا بالألم والمرارة، لكن عزانا إن هذا خياره، وإنه منعم عند ربي بجنات. عزاءنا
بأنه مع الحق قاتل، عزاءنا أنه مع الشعب ناضل، عزاءنا أنه ما تخاذل ولا مل، وكان صوته مرتفع فوق الأصوات. وإحنا على درب الشهيد بنواصل وبنظل في المواقع نناضل حتى نحرر شعبنا الحر كامل ونطهره من كل هول البلايات. والله ما راحت لكم يا عفافيش، والله ما راحت لكم يا حوافيش، لا بد ما نسري لكم يا خفافيش. هيهات من الذل، هيهات أنتم معاكم قوة الغرب كامل، وإحنا معانا الله مجيب المسائل. أنتم معباين قصيد وزوامل، وإحنا معباين أحاديث وآيات. أنتم معاكم قوة الغرب كامل، وإحنا معانا الله مجيب المسائل. أنتم معباين قصيد وزوامل، وإحنا معباين أحاديث وآيات. بقاءكم ما عادش له أي داعي، ما بنوقفش الخطى والمساعي، ومثل ما قال الشهيد الجماعي: ثوره ولا شي نهايات، ثوره ولا شي نهايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.